أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم في راديو عدي وشوط. معلش هو المرة دي راديو نظرا للظروف. فالنهاردة معانا نجم كبير، معانا نجم لعب في الترسانة وتألق وجري عليه الأهلي والزمالك وهو في سن صغير جدا جدا جدا، وبعد كده انتقل للنادي الأهلي ولعب الترسانة والاهلي وقزمه الكويتي، ولعب في الدوري الفرنسي ودي مفاجاه بالنسبه لكم، دوري الدرجه الثانيه. وبعد كده رجع للدوري المصري مره ثانيه، وفي الاخر يعني قبل ما يختم راح الدوري اللبناني، وبعد كده بعد كده جه لعب في الدوري المصري. ان شاء الله يكون معانا بعد دقائق الكابتن الكبير جدا عمرو سماكه. يا ريت يعني يا جماعه اللي عايز يسال الكابتن عمرو سماكه اي سؤال يبعت لنا، وان شاء الله لو في وقت ممكن ندخل معانا 2 أو 3 يختاروا من الكابتن. كابتن عمرو اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم، ازيك؟ اخباركم ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين، ومبسوط ان انا معاك النهارده. ازيك يا كابتن عمرو؟ طال اللقاء وطالت التظبيطات وطالت كل حاجه. الحمد لله. معلش والله، انت فاهم الظروف، انت متابع معايا، انا عارف فوالله غصب انا عني. عارف غصب انا عني عارف. والله حبيبي. كابتن عمرو سماكه ازيك؟ وحشنا. كابتن عمرو سماكه انا فاكر كويس جدا جدا جدا. كابتن عمرو سماكه، تحب نخش في الذكريات ولا نبتدي الاخبار بتاعتنا الاول، ولا نبتدي بلقاء القمه اللي حضرتك عاوزه؟ لا، انت دير الحوار براحتك بقى، اللي انت شايفه انا معاك. طيب خلاص، هنبتدي ايه رايك نرجع بالذكريات لورا، وبعد كده نتكلم بالتسلسل اتفضل بقى بلقاء القمه، وبعد كده الاخبار اللي عندنا النهارده وحضرتك تقول لنا ايه رايك فيها. اتفضل. طيب كابتن عمرو سماكه كان بيلعب في الترسانه، وكان قبليه كان الكابتن محمد ابو تريكه، وكابتن محمد ابو تريكه انتقل من الترسانه للنادي الاهلي، ونجمه كان نجم كبير جدا جدا جدا، ويعني ساطع في النادي الاهلي وعمل اسم كبير. طبعا. مره واحده بيطلع علينا النادي الاهلي ومانويل جوزيه، وما ادراك ما مانويل جوزيه، انا شفته بنفسي واتعاملت معاه. مانويل جوزيه مش ما بيقتنعش باي لعيب. مانويل جوزيه ساعتها كان فكر مختلف عن كل المدربين اللي موجودين تمام. في الدوري المصري. ومره واحده النادي الاهلي بيتعاقد مع شبل اسمه عمرو سماكه، صح؟ تمام صح. طيب كده. احنا عايزين بقى نعرف الوقت اللي النادي الاهلي كان بيتعاقد فيه مع عمرو سماكه، كان لسه عمرو سماكه شبل صغير. عمرو سماكه ممكن بقى يحكي لنا ايه، او نقول الاسم بالظبط عمرو عبد الفتاح والشهره عمرو سماكه، صح كده؟ لا، الاسم عمرو احمد فتحي. عمرو احمد فتحي، تمام، والشهره عمرو سماكه. عمرو سماك. صح انا كده؟ اصلا بداياتي اصلا احنا ناشئين النادي الاهلي. انا تمام. لعبت في النادي الاهلي وانا عندي 10 سنين كده لغايه 16 سنه كده 17. بعد كده يعني ظروف والدي سفر وكده، وظروفي يعني ما كنتش قاعد في مصر كتير. فيعني سافرت الكويت، رجعت مع والدي، قعدت فتره. رجعت من هناك، حصل ظروف ما عرفتش اكمل في النادي الاهلي. مشيت، سافرت، رجعت الكويت، رجعت على نادي الترسانة هنا في مصر. قعدت حوالي سنة ونص في الناشئين. وبعد كده طلعت فريق أول مع الكابتن أنور سلامة، كان عندي حوالي 19 سنة. تمام. ده كان بداياتي في الترسانة. طبعا طلعت كان في نجوم كبار طبعا، كان تريكا ومؤمن عبد الغفار، كباتن كبار مش عايز انسى حد. كابتن علاء نوح، كان اسماء كبيره طبعا في سننا. البوسي نفس، يعني في نجوم ولاعيبه كبيره جدا، الواحد كان بيتفرج عليهم ويستمتع في الدوري الممتاز. كان فرقه نادي الترسانة من الفرق القويه، وبتجمع لعيبه كبيره في الدوري المصري. طبعا فطبعا نادي الترسانة معروف من زمان. لا، اللي يعني الفترة دي كمان كان في لعيبة كويسة، وكان لعيبة مهمة. وكان يعني كنا احنا يعني كنا صغيرين، كنا بنتفرج يعني نستمتع. يعني كان لما تلاقي تريكا، محمد عمر، بكراية لعيبة عالمي. تلاقي في نص الملعب كابتن مؤمن غفار، الويشي قدام. كان في حسام مبروك، كان في اسماء كويسة، كان لعيبة مهمة في الدوري المصري. تمام. فطبعا دي ساعدت الواحد شويه لما يتصعد لفريق اول،
يعني طبعا لما بيكون جنبك ناس مستواها كويس تقدر تساعدك في الملعب، وده ده حظنا. كان انا وكان هاني حسن وكان مدحت رمضان، كان الجيل اللي هو كان جيل كابتن مدحت 83. رمضان، طبعا ايوه. كابتن مدحت رمضان وهاني لعب في الاسماعيلي وهاني في حسن الاواخر وهاني حسن بتاع بتروجيت. بكرة. طبعا ده كل ده كلنا طلعنا مع انا فاهم. الجيل ده يعني. فطبعا كان حظنا كويس ومحظوظين ان احنا طلعنا في جيل لعيبه مهمه ولعيبه. وبرده شخصيه اللعيبه نفسه، شخصيه لما تطلع لعيب شخصيته محترم، بيحب النادي بيحب الفرقه، فبيساعد اللعيبه الصغيرين ان هم يقدروا يعني يتجانسوا بسرعه مع الفرقه. طيب الكابتن بقى عمرو سماكه صعد للترسانه او صعد للفريق الاول في الترسانه بعد ما مشي الكابتن محمد ابو تريكه، ولا لعبت جنب ابو لا، تريكه؟ انا لعبت جنب تريكة حوالي سنتين ونص مثلا. سنتين قبل ونص. اه قبل بص، قبل ما يروح قبل هو ما في يروح ناس كتير في ناس كتير بتقول اللي ما لعبش جنب ابو تريكه ما لعبش كوره. لا طبعا تريكا فنان، يعني تريكا فنان وأداؤه ممتع جوه الملعب. وطبعا من اللعيبه المهمه جدا جدا في تاريخ مصر كلها، يعني في نادي الترسانة والنادي الاهلي. انا شايفه من اللعيبه المهمه جدا في تاريخ مصر والنادي الاهلي. ويعني الواحد من يعني حظي كان كويس الحمد لله ان انا يعني لعبت جنبه فتره كبيره في الملعب، ويعني اكيد استفدت منه كتير طبعا. طيب النقله بقى، اه عمرو سماكه ساعتها كان يعني كام سنه؟ ساعتها كان الترسانة، وكان تريكا كان رايح قبل ب6 شهور بالظبط. كان تمام. اتنقل النادي الترسانة للأهلي. ايوه. وكان حصل بقى يعني كلام في نهاية السيزون، يعني إن أنا أنتقل جالي النادي الأهلي ونادي الزمالك. كانت تمام. تفاوضوا مع رئيس النادي، كان ساعتها باشمهندس حسن فريد. طبعا. طبعا. وحصل بقى يعني حصل ساعتها تفاوض وحاجات كتير كده ومش مشاكل. بس يعني انا كنت الاول، يعني الواحد كان، يعني انا كان يعني طبعا نادي رغبتك الزمالك ان نادي الزمالك ونادي رغبتك الاهلي، اي لعيب في مصر ساعتها كان يتمنى يلعب في نادي طبعا. الاهلي او نادي الزمالك، طبعا قطبين اه. مصر وافريقيا كلهم يعني. لا، فبس انا ونادي الفكره ان الواحد الترسانة. كان يعني ايه اهلاوي ومتربي في الاهلي ومن ناشئين الاهلي، فكان يعني الواحد كان رغبته اللي هو يرجع النادي بتاعه وسط زمايله والناس اللي تعرفه ويعرفهم، وما يبقاش الموضوع يعني في فتره التعارف اطول. فاهم قصدي؟ بيتك. طبعا بالظبط كده. راجع بس بيتك. هي الفكره يعني هي دي كان الموضوع اللي مرجح النادي الاهلي، بس جه في ان النادي حضرتك الاهلي. راجع بيتك. طبعا الناس اللي بتسمعنا اللي حابب يسال كابتن عمرو سماكه حاجه، اهلا وسهلا بيه. لسه هناخد منه كلام كتير يا جماعه. كابتن عمرو سماكه كان النادي الترسانة اهو ونادي الزمالك اهو، الباب في وش الباب، بس نادي كابتن عمرو سماكه فضل النادي الاهلي عن نادي الزمالك لان هو في الاول وفي الاخر بيته. طب اوصف لنا بقى شعورك ايه يا كابتن عمرو لما انت التفاوض خلص وان انت خلاص تاني يوم رايح النادي الاهلي. يعني طبعا هو يعني قعدنا فتره حوالي، انا قعدت حوالي شهرين مثلا، شهرين ونص في القصه دي بتاعت مم. الانتقال. يعني الموضوع طول شويه. بس الحمد لله في الآخر يعني الموضوع خلص. يعني عملنا جلسة مع باشمهندس حسن فريد، وكان كابتن خطيب موجود والموضوع يعني الحمد لله خلص. وطبعا ساعتها أول ما حسيت بقى إن الموضوع خلص ساعتها أنا ساعتها كمان يعني ده كان في مفاوضات وفلوس وحاجات كده. ويعني اضطريت إن أنا يعني أدفع من جيبي كمان 100,000 جنيه ساعتها، إن أنا عشان أخلص الديل، فاهم؟ عشان أوفق اه. الديل. حصل رحت دافع نادر سنة 100,000 جنيه من العقد بتاعي عشان يعني الصفقة تتم. وطبعا كان أول يوم بقى طبعا إن خلاص الموضوع، كلموني إن خلاص إن إحنا وافقنا والدنيا تمام. طبعا كان فرحة طبعا، إنك تحقق حلمك وطموحك. يعني كان وانا صغير، كان لما مشيت حتى من النادي الاهلي كان والدي معايا وقال لي انت لو يعني خلاص بقى يعني مش عايز تلعب، انت كده كده مسافر معايا وبتاع، لو عايز تلعب انت كمل يعني. اه. قال لي بس قلت له، قال لي انت عايز ايه؟ قلت له طبعا انا عايز اكمل والعب. قال لي خلاص، الا لو انت كملت وركزت هيجي في يوم من الايام، انا بقول لك النادي الاهلي والزمالك هيتخانقوا عليك، بس انت يعني و... تركز في الكوره. وده وده اللي تم حصل. وحصل والله وده اللي بجد حصل. فعلا، دي ده اللي حقيقه يعني. حصل. لا، وده انا اللي حصل. فاكر ساعتها كابتن عمرو سماكه كان عليه ضجه كبيره جدا. وساعتها كانت مجله الاهلي ما كانش بقى فيه الويب سايت والانترنت والكلام ده كله لا دلوقتي. كان طبعا السوشيال ميديا كانت وكانت فيه شبه السوشيال معدومه ميديا. يعني.
بالظبط. وكان في الاخبار والاهرام والجمهوريه، وكنت صفقه يمكن كبيره، وكتبوا ارقام ساعتها كبيره يعني قالوا ساعتها مليون، انا كنت يعني مليون ساعتها كان ومليون يعتبر ما ونص. ساعتها كانت في الوقت ده كان من يعني يعتبر حاجه من كبيره اغلى جدا يعني، كانت اغلى مليون صفقه مليون. في الدوري المصري ساعتها، كان بالظبط. لعيب بالظبط مصري انا ينتقل فاكر. من نادي لنادي. اه انا عايز اقول لك ساعتها احنا كنا شباب صغيرين لسه، وبنتكلم مع بعض ازاي يا جماعه ده جاي، شايف جاي مبلغ قد ايه، ده عنده كام سنه، 22 سنه 23 سنه، طب هنشوف عمرو سمكه ده هيعمل ايه وبتاع. وكنت فعلا محط انظار جماهير النادي الاهلي عايزه تتفرج على عمرو سمكه في الملعب. طيب اوصف لنا بقى اول يوم دخولك النادي الاهلي، قابلت مين، قعدت مع مين، مين الرموز، يعني لحقت طبعا مين؟ طبعا يعني انا برضو يعني زي ما قلت لك، انا يعني معظم الناس او اللعيبه نفسها يعني الحمد لله قبل حتى ما اروح الاهلي كان الحمد لله ربنا كرمني، كنت بتضم على طول المنتخب الاولمبي. وكان طبعا كنت اصغر منهم بسنتين، بس كنت الحمد لله معظم المعسكرات في الفتره الاخيره كنت بشارك وشاركت في مباراه تونس مع المنتخب الاولمبي. فكان علاقتي مع في معظم اللعيبه اللي في جيلنا وسننا كل يعني كنت اعرف كل الناس. فلما رحت النادي طبعا غير وانا في الناشئين اصلا في الاهلي طبعا متعب وحسام غالي حسن مصطفى، الناس دي كلها طبعا اعرفهم ويعرفوني من احنا في اه الناشئين. طب صح، ف... ف... وشيتوس و وشيتوس طبعا اه والناس دي كلها، فكلهم يعني زمايلي واعرفهم يعني لعبنا مع بعض قبل كده وشفتهم واتقابلنا في النادي فلما تروح طبعا المواضيع دي بتسهل شويه غير لما بيبقى اللقاء اول مره لا احنا في تعارف قبل كده وفي هيستوري قبل كده، ده طبعا ساعدني شويه ان انا اخش على طول مع في ده التيم ده او ده بالنسبه للعيبه بقى. بالنسبه انت داخل سامع عن مانويل جوزيه، ما تعاملتش قبل كده مع مانويل جوزيه وشخصيته وقوته وحب اللعيبه ليه، يعني طبعا. اول لقاء انت بينك برضه وبين مانويل جوزيه. طبعا يعني كان ساعتها النادي الاهلي طبعا كان فارق عن كل اللي حواليه. كان فرقه عامل فرقه هو محترمه جدا، محقق بطولات يعني حدث بلا حرج، يعني عمل هيستوري للنادي الاهلي. كل الناس يعني مانو الجوزي يعني عمل جيل جديد للنادي الاهلي، فاهم؟ دي حقيقة. وعلى فطبعا فكره، معلش بدون قطع كلامك، هو مش جيل جديد للنادي الاهلي بس، وكمان منتخب مصر بالظبط. طبعا، مع الاحترام للكابتن حسن شحاته، هو اشتغل طبعا كمان الكابتن حسن شحاته، طبعا بس هو عمل تاريخ طبعا هو سيركل للنادي والناس الاهلي بتكمل والمنتخب. بعض، بس طبعا بالظبط. يعني من الاعمده الاساسيه طبعا كابتن مستر مانويل ان هو يعني هو عينيه كويسه وبيعرف يتعامل مع اللعيبه ازاي. وانا كنت طبعا اول مره يعني اول ما قعدت معاه، اول ما وصلت قعدت معاه قعد يتكلم معايا يعني طبعا الحاجات اللي ناقصاني، الحاجات اللي هو شايف ان لازم ادوس على نفسي فيها. هو طبعا يعني الحمد لله يعني هو في الكوره كان يعني الحمد لله مقتنع فيها جدا. فده ساعدني شويه اول ما دخلت، يعني اول ما بدات التاهيل ودخلت مع الفرقه لعبت على طول في افريقيا. كان ماتش على ما اعتقد اسك سبورت حاجه كده، كنا في استاد السكه الحديد. اسك كان لعبت فعلا، حوالي اسك. نص ساعه حاجه كده، كانت اول ماتش ليا كان في اه افريقيا. كان وطبعا انه انت كان ساعتها كمان ان هو كان عنده ثقه فيا ان هو كان سجلني وطلع كابتن هادي خشبه من القائمه الافريقيه. فطبعا ده اه طبعا بتحط ضغط عليك في يعني انت اول يعني لسه صغير وداخل وطلع لك. وكابتن هادي خشبه برضه، يعني انت طبعا بتتكلم يعني في عملاق. في اه تاريخ النادي الاهلي، فاهم؟ فطبعا كل وكابتن النادي الحاجات الاهلي دي فعلا. يعني بتزود عليك طبعا. فبتحط عليك ضغوط وبتحط عليك بتاع. بس ستريس. يعني الواحد كان عنده باد لك شويه في اول ما راح، ان هو انا عملت عمليتين في اول 8 شهور. يعني عملت اه زايده وعملت رباط خارجي في اول حوالي 7 شهور. كان حتى من زمان اللي عطولي هرج معايا يقول لي يعني انت لازم عند... تذبح حاجه انت يعني لازم تذبح. هو على فكره العين مثقف جدا. العين مش فلقة الحجر لا كده، هو ده العين مثقف فلقت جدا في كل المواضيع حاجة. دي هو بيقرا وفي الحاجات بتاعتنا والدينيه، ويعني هو بيقرا التفسير بتاع القرآن حتى بتاعنا. لا فهو يعني هو هو ملم هو جدا جدا ومثقف بالظبط. جدا في الحاجات دي، هو بيحاول يقرب من الشخصيه العربيه او الشخصيه المصريه، يعرف النفسيات. فعشان كده هو انت هو لما كنت ذكي. ملاحظ الفتره دي كان بيتعامل مع كل اللعيبه اندفيدوال، كل لعيب بشخصيته، كل لعيب بتاع فكره بثقافته. فدي كانت فارقه معاه جدا جدا الفرقه، كان لا عامل هو كنترول هو ذكي رهيب يعني. بصراحة، وذكي جدا، هو طبعا ذكي جدا. طبعا طبعا ومن ذكائه، ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا، هو اول واحد دخل في الكرة المصرية الدكتور النفسي. طبعا طبعا. لا هو الناس كانت كان فاكرة الدكتور النفسي ده يعني مجنون، لا
وده اللي حصل مع النهائي اللي موجود في افريقيا اللي فات، اللي لسه النادي الاهلي بالظبط واخده، فرق معاهم بالظبط بالظبط كتير. طيب بالظبط. كابتن عمرو سماكه دخل ويشارك. طيب انا عايز ارجع معلش شويه، انت قلت لي مانويل جوزيه قال لحضرتك ان انت عندك نواقص، ده دليل ان الراجل ذاكر عمرو سماكه كويس، يا اما من الملعب يا اما من الفيديوهات، ما دام هو محضر النواقص بتاعك هو كابتن عمرو سماكه اكيد يبقى هو اكيد اتفرج عليك كويس جدا جدا بالظبط. جدا. فهو اكيد طبعا هو يعني طريقه لعبي في الترسانه هتختلف عن طريقه لعبي في النادي الاهلي. طريقه لعب النادي الاهلي مختلفه، الاستحواذ، الضغط، طبعا مختلف تماما عن الترسانه. فاكيد يعني محتاج اللعيب ده في المكان ده، فهو بيلعب بالطريقه اللي هو عايزها، فاهم؟ تمام. فطبعا في التمرين مع الحاجات دي بتبدا انت تفهم المدرب عايز ايه. فالحمد لله الواحد كان يعني يعني علاقتي بيه كانت قوية جدا، وكان بيحبني، وكان على طول حتى مهندس عادل القيعي كان على طول كل ما يشوفني يقول لي انت عامل له ايه، يعني انت ازاي بيحبك كده، يعني على طول كان بيتكلم معاك كويس جدا. وكان بيقول لي يعني على طول كان يقول لي انت لو يعني كان في ماتش كان اتحاد وعلى ما اعتقد الاتحاد والنادي الاهلي في كاس مصر، انا لعبت كاس تمام. مصر ده كله ما عدا النهائي. تمام. اه. فبعد الماتش كسبنا الحمد لله 3-1، كنت واخد نجم الماتش. بعد الماتش جالي قال لي انت لو يعني استمريت كده السنه دي هتبقى من نجوم النادي دوت، وهتبقى من الاعمده الاساسيه، وهتبقى مستقبل النادي يعني. فالحمد لله كانت كلامي معاه يعني دايما كان بيتكلم معايا بصوره ايجابيه محفز. اه الحمد لله يعني. لا هو طبعا بكلام للكابتن مانويل انت موهبه فذه بس اختفت مره واحده، وهنعرف ليه اختفت مره واحده الموهبه الفذه. طيب بعد كده حضرتك قلت جه لحضرتك اصابتين الزايده ورباط خارجي. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ يعني بعد كده بدأت لعبت في كاس مصر شوية، الحمد لله ربنا كرمني الفترة اللي لما رجعت من الرباط الخليجي دي. أديت بشكل كويس، ويعني لعبت كل الماتشات يعتبر ما عدا النهائي، كان الزمالك ساعتها على ما أعتقد. بدأت أشارك في ماتشات أفريقيا الحمد لله، يعني بشكل أساسي في ماتشات يعني كذا ماتش في أفريقيا، وماتش آسك نزلت الحمد لله ربنا كرمني. أديت بشكل كويس برضو. فبدأ يعني الحمد لله بقيت حسيت نفسي إن أنا في التيم، يعني بدأت إن أنا أخش بقت رجلي واحدة واحدة بخش أبقى يعني. أنت فاهم طبعا كان الفترة دي كمان يعني يعني منتخب مصر من النادي الأهلي، فاهم أنت؟ يعني طبعا. بركات ريكا ماد متعب، لعيبة يعني على أعلى مستوى، فاهم؟ لا انت كنت بصراحه يعني ما تزعلش مني، انت من اللعيبه المحظوظه. يعني اللعيبة يعني بتلعب مع منتخب مصر، يعني شبه أنت كان منتخب مصر 7 8 أساسيين من النادي الأهلي بيلعبوا أساسي في منتخب مصر. فكان طبعا حاجة، كان طفرة ساعتها في النادي الأهلي إن معلش إحنا كنا 22 لعيب، كنت أي 11 بينزلوا بيكسبوا أي حد. أي دي 11، حقيقه. دي حقيقه. اي دي 11 حقيقه. كان منهم جديد على طول، كان يعني حتى في اي اجتماع اي حاجه بيقول لنا عنديش لعيب اساسي واحتياطي، انا اي 11 منكم هينزلوا هيكسبوا اي فرقه في مصر، فاهم؟ فهو كان يعني الحمد لله احنا كنا مصدقين ده ومؤمنين بيه. وما كانش فيه بقى اللي هي المشاكل اللي في الفرقه او الحاجه لا، كل اللي بيلعب بيأدي التاني بسبورت ليه، بنتمرن كلنا بشكل كويس كلنا، يعني كلكم بنحترم بتحبوا بعض. بعض. بنحب بعض بنحترم بعض، اللي بيلعب ربنا يوفقه، اللي بينزل قلبه يعني هي دي حاجات برضو بتفرق جدا في التيم، بالذات لما الالعاب الجماعيه او الحاجات اللي هي الجماعيه دي. التيم نفسه بيبقى ليه علاقه، ان هي ترابط التيم ترابط اللعيبه، بتفرق مع مع المجموعه نفسها، وده برضو اللي بيساعد في اداره وجهاز فني. طب هسألك سؤال وبصراحة، طبعا. ده موجود في النادي الأهلي بس ولا كل الفرق اللي حضرتك رحتها موجود فيها الكلام ده؟ بص بدون هو معرفة طبعا الفرق. بنسب، بس يعني الاغلب طبعا يعني بتبقى يعني اللعيبه اكيد الطبيعي انك انت بتعمل تيم تبقى اللعيبه قريبين من بعض، بس برضو انا بشوف العامل الاساسي المدير الفني والاداره. ما ينفعش ما ينفعش تعمل جاب بين اللعيبه وبعض، ما ينفعش المدرب يعمل جاب بين اللعيبه وبعض، لازم يبقى اللعيبه تحس كلهم ان هم تيم واحد فعلا بيساعدوا بعض، فاهم؟ فده طبعا هي بنسب، فانا شايف ان هو المسؤول عن ده طبعا جوه الملعب المدير الفني.